السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده اللهم صل على النبي قلنا كده نعمل ايه؟ الويكا الصعيدي. احسن اخوات الصعايدة واحلى اخوات صعايدة في الدنيا. النهارده قلنا بقى ايه؟ طبعا البامية هي الصعايدة، الويكا برضو هي الصعايدة. قلنا النهارده معانا ويكا بالصلاة على النبي. مقاديرنا بسيطة وسهلة. معانا دي يا جماعة، دي الويكا، دي الويكا. معانا كده المقادير، اللهم صل على النبي. تومة، معلقة توم، كزبرة، معلقة فلفل كده، فلفل احمر او فلفل اخضر زي ما انت تكوني بتحبي. تعالوا نخش ان شاء الله كده بنعمل نحضر الحاجة، ومقاديرنا سهلة ان شاء الله وبسيطة. بس يا جماعة انا كده معايا شوربة، دي شوربة فراخ او شوربة لحمة زي ما تكون عندك. هننزل الاول بالفلفل كده المطحون، وحتة التومة برضو، حتة تومة صغيرة يعني ما خدناش التومة كلها. يا بركة حبيبي رسول الله، يا بركة الله. كده هننزل بالبامية يا جماعة. الصعيدة بقى احنا عندنا بقى ايه؟ بيجففوها، بس احنا طالما عندنا اللي هي ايه البامية الفريش كده نعملها. الصعيدة بقى بيجففوها وبنفركها بايدينا، بكفوف ايدينا. بس يا جماعة هي كده ايه؟ استوت، متاخدش 5 دقايق اهي. كسر فيها كده، ولو عندنا مفراك هنفركها. احلى الباميه، الباميه الصعيدي برغيف عيش بلدي بقى، تبقى حاجه جميله. مش لازم، ممكن نكون عاملين حاجه جنبيها. عايزه تعملي شويه رز ابيض عادي، عملت شويه رز ابيض برضو. ما عندكيش شوربه، ممكن نحطي اللهم صل على النبي ميه عاديه ومرقه ماجي. ولو عندك شوربه ماشي حلوه. بس يا جماعه الباميه بتبقى من اسهل ما يمكن. الويكا بس يا جماعه بنفرك فيها كده عشان انا بس ما عنديش مفراك. اللهم صل على النبي. كده بقى معانا معلقتين سمنه. كده معانا معلقتين سمنه. كده هننزل بالثومه والكزبره. بس يا جماعه اهو
التومه بتبقى ذهبي كده. ترشها زي الملوخيه، تبقى اطعم يمكن يا جماعه والله. بس هي كده اتعملت ومقاديرها بسيطه جدا. هنغرفها. بصوا يا جماعه جميله ازاي، يا ريت تجربوها والله. اطعم من اللي هي اما تكون بتبقى باللحمه كمان، مش عشان هي قرداحي تبقى وحشه، لا والله يا جماعه جميله. ادي يا جماعه اهي الويكه معاكم اهي. بسم الله ما شاء الله، سهله، مقاديرها سهله وبسيطه زي العسل والله. عملنا كده شويه رز ابيض ومخلل. هي بتتاكل كده يا جماعه، بس والله بتبقى احلى من اللي هي بنعملها باللحمه. جميله كده وبتبقى زي العسل، وما خدتش وقت كمان على النار. قعدت يا دوب هو 5 دقايق. انا نزلت كانت معايا الشوربه ونزلت بالباميه عليها. نزلت الاول بالثومه وقرن الفلفل الاحمر اللي كنت دقاه، ورحت نازله بالباميه. نزلت بالباميه واللهم صل على النبي. بعد كده عملت لها بقى طشه الثومه، كزبره ومعلقتين سمنه ومعلقه ثوم. وبألف هنا وصحه، ويا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. وجميله والله يا جماعه. وقلنا لو هي مفيش عندك شوربه ممكن نحط كوبايتين ميه، ما نكترلهاش الشرب يعني الميه. ومرقه مرقه دجاج، ونخلي الميه تغلي ونروح نازلين بالقرن الفلفل الاحمر، او عندك هريسه ممكن تنزلي بيها بمعلقه. واللهم صل على النبي. وتروحي نازله بحته تومه صغيره فيها بالشوربه. بعد كده تنزلي بالباميه تغلي وتبقى بتستوي كده. لما تلاقيها مستويه كده النتيجه ديت. احنا كمان كده انا ما كانش عندي المفرق، فركتها كده بالمعلقه. ما بتاخدش وقت يا جماعه وتبقى اسهل ما يمكن. اعملوا لي كده بقى لايك وشير، وعشان تشتركوا فعلوا لي الجرس، وعشان يوصلكوا كل جديد. وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.